مرة خطيرة، أنصحكم تجربونها ولا تفوتكم أبدا. سهلة جدا. يلا تعالوا نشوف الخطوات. بس قبل لا أبدأ بالخطوات لا تنسون تشتركون في قناتي وتفعلون زر الجرس عشان بكذا تدعموني أكثر وأنزل وصفات أكثر، وطبعا تدعموني. ويلا على طول ما أطول عليكم. من سهولتها يقدر أي أحد يسويها. يلا أول شيء راح أحتاج بيضة طبعا بدرجة حرارة الغرفة مع 3/4 كوب من السكر ورشة فانيليا. أخلطهم بالمضرب اليدوي. بعد كذا راح أحط الزبدة، ربع كوب زبدة مذابة. تقدرون تمكسون بين زيت النباتي والزبدة. أخلطهم شوي. 3/4 كوب من الحليب طبعا دافي مو حار ولا بارد. وبكذا راح أنزل عليهم كوب وربع من الدقيق المنخول، ضروري يكون منخول، مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. أنخلهم على الخليط ورشة الملح ولحد ما تتجانس شوي مع بعض. بعد كذا راح أضيف نصف كوب من الكاكاو البودرة. أنخل الكاكاو وأخلط شوية لحد ما تتجانس المكونات مع بعض. طبعا ما راح أخلط كثير، يدوب تتجانس المكونات. بعد كذا راح أضيف شوية موية على حسب القوام لحد ما أوصل لهذا القوام يكون لا هو ثقيل ولا خفيف، وسط. وبكذا يكون جاهز عندي. أجهز صينية الفرن، راح أدهنها بزيت النباتي وأنزل الخليط عليها. الفرن حار من 25 إلى 30 دقيقة مع التحمير، وبكذا تصير جاهزة. الحين راح أسوي الكريمة. بس أول شيء راح أسوي صوص الكندر بحمام مائي، ربع كوب من الكريمة و4 حبات من الكندر. راح أقلبهم شوية مع بعض لحد ما يكون جاهز عندي. بعد كذا راح أسوي الكريمة. هي عبارة عن 5 حبات من جبن الكيري، 200 جرام جيمر أو قشطة بوك كاملة. أخلطهم شوية مع بعض. بعدين راح أنزل خليط الكندر اللي ذوبته. بعد كذا راح أضيف ظرف من دريم ويت كامل، ظرف كامل، وأخلطهم لحد ما تتجانس مع بعض. وبكذا تصير جاهزة الكريمة. أحلى كريمة جربتها كريمة الكندر، جدا خرافية ولذيذة، لا تفوتكم. صارت كذا جاهزة خلاص. استوى عندي الكيك. شوفوا مرة هش ومرة طري ومليان شوكولات، مرة ريحتها تجنن. هو عبارة عن 5 حبات من الكندر مع شوية حليب حار. أقلبهم شوي مع بعض ويصير جاهز. الحين راح أبدأ أوزع الطبقات عليها. بس أول شيء راح أحط الشوكة بهذا الشكل وأشرب الكيكة من الحليب، حليب بارد عادي. بعدين راح أوزع عليها الكريمة اللذيذة، كريمة الكندر. أوزعها بالتساوي. بعد كذا آخر طبقة اللي هو صوص الكندر، راح أوزع الكندر بهذا الشكل كطبقة أولى. تقدرون طبعا تضاعفون كمية الصوص الشوكولات. وراح أزينها آخر شي بالكندر. وتمتعوا بأحلى كيكة راح تجربونها في حياتكم. جدا هشة وجدا لذيذة وخرافية، مرة مناسبة لهذه الأجواء. والكندر طبعا ما أحكي لكم، اللي يحب الكندر راح يحب الوصفة هذه أضعاف. مرة لذيذة ومرة سهلة. وبكذا خلصت وصفتنا. يا رب عجبتكم. إذا عجبتكم اضغطوا لي زر اللايك وكومنتاتكم الحلوة، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة.